بارت 1 من ازاي تعملي روتين بسيط لبشرتك من غير ما تبوظي الدنيا. اول حاجه محتاجه تعرفي ايه هي نوع بشرتك المظبوطه، يعني سواء دهنيه جافه مختلطه، عشان تعرفي تجيبي البرودكتس المظبوطه ليها. وده بيحصل انت ممكن تبقي في الصيف، لازم تبقى عارفه انت ممكن في الصيف تبقى بشرتك مثلا مايله ان هي دهنيه، بس لما جيتي للشتاء اتقلبت ان هي اكتر مختلطه او جافه. لازم تبقي تعرفي ان هي تعرف تفرق ما بين الاثنين، لان انا كواحده بشرتها دهنيه في الصيف بشرتي بتجف جدا في الشتاء، فبستخدم برودكتس غير البرودكتس اللي كنت بستخدمها. بس اهم حاجه تبقي عارفه ان بشرتك ممكن تبوظ لو استخدمتي نفس المنتجات اللي في الصيف هي في الشتاء. تاني حاجه، لو عندك مشاكل كتير في بشرتك وعايزه تعالجيها مفيش مشكله، بس اهم حاجه لازم تعرفي ايه اساس المشاكل كلها وتعالجيها. يعني مثلا لو عندك حبوب كتير، حاولي تعالجي الحبوب وبعدين تعالجي اثار الحبوب، ما تحاوليش تعالجي الاثنين في بعض، لان فعلا في ناس بتحاول تعالج هنا مثلا حبايه راحت فعاوزه اشيل اثار الحبايه وهي لسه الحبايه كلها بتطلع. فاهم قصدي؟ وهو دي اكتر مشاكل، يعني هي اكتر مشاكل عند البنات يا الحبوب يا اثار الحبوب. ثالث حاجه لازم تبقي عارفه ان مش كل مشاكل البشره بتتعالج بالبرودكتس، لا في حاجات محتاجه تروحي لها الدكتور زي السكارز من الدرجه الثالثه او الهالات السوداء الوراثيه. صدقوني كل الحاجات دي مش بتتعالج بالمنتجات، محتاجه تروحي للدكتور ويقول لك انهي سيشن تنفع لبشرتك. في ناس بتفضل تسمع انه انا لو عندي حفر هقعد بقى استخدم نايسيناميد هيوديها لك زي ما هي حفر. والهالات السوداء مش كل الهالات السوداء بتروح. اعملي فولو عشان يجيلك بارت 2 للروتين المظبوط بالظبط.